السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم تيفو الأهلي السعودي. تسيطر الآن على الجماهير الأهلوية حالة من الترقب، حالة من القلق، حالة من الرعب. والحقيقة أن كل تلك المشاعر مشاعر منطقية وطبيعية بعد ما تم الإعلان عن مارينو بوسيتش كمدربا للنادي الأهلي. الجماهير الأهلوية محقة، هي بتدافع عن ناديها وبتدافع عن هيبة ناديها، وتعلم جيدا ما هو حجم الأندية المنافسة، إن كان الهلال أو الاتحاد أو النصر أو حتى الدرعية اللي لسه صاعد إلى دوري روشن حديثا. تلك الحالة من الرعب هيكون ليها ردين فعل. الرد الأول إما أن نفاجأ بأداء فارق من المدرب عشان يثبت نفسه مع الجماهير الأهلوية ومع لاعبين النادي الأهلي ويعمل تاريخ زي ما عمل ماتياس سيسيلا، أو يكون عندنا رد فعل تاني سلبي، وهو أن المدرب يفقد أعصابه ويشعر بالغربة وبالتالي هيرحل سريعا. الحقيقة أن الناس كلها بتتساءل مين المسؤول وراء تعيين مارينو بوسيتش؟ مين اللي كان سبب في اختيار هذا الاسم؟ كشف الإعلامي مشعل العتيبي عن صاحب قرار تعيين بوسيتش لتدريب الأهلي السعودي في ظل رحيل الدكتور خالد العيسى عن رئاسة النادي. وقال العتيبي عبر حسابه بمنصة إكس إن التعاقد مع المدرب الجديد يقف خلفه أحمد الشنقيطي، المرشح الأبرز لخلافة خالد العيسى في رئاسة الأهلي، بجانب البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي للنادي الأهلي السعودي. طيب، ارتبط طبعا اسم النادي الأهلي بأسماء كتيرة، هو ده اللي عمل حالة من الربكة. ان انت تسمع عن ناجلسمان، تسمع عن ارني سلوت، تسمع عن فيتور بيريرا، تسمع عن نونو سانتو، تسمع عن ماسيميلينو، تسمع عن أسماء كتيرة جدا، وفجأة تمخضت كل تلك الأمنيات عن مارينو بوسيتش. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، وأعتقد إن هي برضو هتثير حفيظة الجماهير الأهلوية أكتر وأكتر. النهاردة تم الإعلان رسميا على أن النادي الأهلي السعودي كان يفاوض ديدي ديشامب مدرب منتخب فرنسا السابق. وكشفت تقارير إخبارية عن تفاصيل المفاوضات التي جمعت إدارة النادي الأهلي السعودي مع المدرب الفرنسي ديدي ديشامب قبل أن يتجه النادي في النهاية للتعاقد مع المدرب الكرواتي مارينو بوسيتش لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة. وكان اسم ديشامب من أبرز المرشحين لخلافة الألماني ماتياس سيسيلا، خاصة بعد انتهاء رحلته الطويلة مع منتخب فرنسا والتي استمرت 14 عام واختتمت عقب مشاركة الديوك في كأس العالم 2026 وسط رغبة المدرب في خوض تجربة جديدة على مستوى الأندية. طيب، إيه اللي خلى الاتصالات ما بين ديشامب لم تتم مع إدارة النادي الأهلي السعودي؟ الحقيقة إني آلية اتخاذ القرار، هو قال كده ديشامب، آلية اتخاذ القرارات داخل منظومة كرة القدم السعودية غير مناسبة لوجهة نظر ديشامب. فكرة إن أنا عايز لعيب معين يبقى موجود معايا في النادي الأهلي، هنرجع لصندوق الاستثمارات ولا لرئيس النادي الأهلي، رئيس شركة النادي الأهلي، ولا لمدرب النادي الأهلي، ولا للمدير الرياضي، ولا للمدير التنفيذي، ولا للداعمين؟ تعدد الجهات المشاركة في الملفات الاستراتيجية هينعكس على سرعة القرارات زي ما قال ديدي ديشامب. ليه تم فتح الكلام عن موضوع ديشامب دلوقتي؟ لأني الناس كلها بتقول طب ما كنتوا صبرتوا شوي لحد ما جبتوا مدرب تاني أفضل من مارينو بوسيتش. على أي حال لدينا الآن مدرب وهندعمه وهنقف خلفه إن شاء الله بإذن الله. من المفاجآت القوية جدا، وأول ملف هيصطدم على طول مع مارينو بوسيتش ملف توني، إيفان توني، وفكرة رحيله عن الأهلي السعودي. شبكة توك سبورت أكدت أن كارلتون كول مهاجم تشيلسي ووستهام السابق قال أن توتنهام يحتاج إلى مهاجم يسجل 20 هدف في الموسم الواحد، وهو أمر نادر في كرة القدم الحالية.
وطرح كول اسم هما الأكثر منطقية لتحقيق هذه النوعية. قال: أعتقد أنهم سينتظرون لجلب إيفان توني أو يحاولون استعادة هاري كين. سيكون الفريق محلقا إذا تمكنوا من إعادة كين. طبعا توني هو الأقرب، وتوني وفكرة مشاركته مع المنتخب الإنجليزي وفكرة مشاركته في 72 هدف من أصل 73 مباراة بقميص النادي الأهلي خلته يبقى جاهز جدا للملاعب الإنجليزية. الملاعب الإيه؟ الملاعب الإنجليزية. طب يعني ممكن يروح نيوكاسل يونايتد؟ الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي الأستاذ يزن الشريف اطرح عليه سؤال مباشر: هل يا ترى ممكن ماتياس يسيلا يستقطب إيفان توني لنيوكاسل يونايتد ويعيده للدوري الإنجليزي؟ وأجاب إن الأمر وارد جدا جدا إن نلاقي نجوم النادي الأهلي بيلعبوا في نيوكاسل يونايتد أو في أرسنال أو في توتنهام. الحقيقة إن إدارة النادي الأهلي ما ضيعتش وقت على طول، وبدأت تدور على بدائل. من أرسنال الأهلي السعودي يحدد بديل إيفان توني، وبدأت إدارة النادي الأهلي السعودي دراسة خيارات هجومية جديدة تحسبا لاحتمال رحيل المهاجم الإنجليزي إيفان توني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط تصاعد التكهنات بشأن مستقبله واهتمام أكثر من نادي بالحصول على خدماته. وأفاد الصحفي البريطاني بن جاكوبس عبر حسابه على تويتر بأن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس يتصدر قائمة الأسماء التي يراقبها الأهلي، مشيرا إلى أن اهتمام النادي باللاعب قد يتطور إلى خطوات أكثر جدية إذا اكتملت صفقة انتقال توني إلى وجهة أخرى هذا الصيف. يعد جيسوس صاحب 29 عاما من أبرز المهاجمين الذين يمتلكون خبرات كبيرة في الكرة الأوروبية، إذ سبق له التألق مع بالميراس البرازيلي قبل خوض تجربة ناجحة مع مانشستر سيتي، ثم الانتقال إلى أرسنال، كما يتميز بمرونته الهجومية وقدرته على شغل أكتر من مركز في الثلث الأخير. على صعيد الأرقام طبعا مش محتاج أقول لكم إن اللاعب 27 مباراة بقميص أرسنال خلال الموسم الماضي، 8 أهداف، صنع 4 أسيست، قيمته السوقية دلوقتي 28 مليون يورو، وهو أحد أبرز المهاجمين المتاحين الآن في سوق الانتقالات. وطبعا تبقى جميع السيناريوهات مرتبطة بمصير إيفان توني، إذ ينتظر الأهلي اتضاح موقف مهاجمه الإنجليزي قبل قراره النهائي بشأن التعاقد مع بديل هجومي. أنا بالنسبة لي يا جماعة عشان أكون صادق معاكم، أنا حاسس بحالة من الفوضى داخل أروقة النادي الأهلي. أنا كنت فاكر إن الموضوع هيقتصر على فكرة رحيل رياض محرز وإن هو كفاية على كده، أو فكرة عدم التجديد لفرانكي سي لأن عقده كبير وقيمته السوقية كبيرة، كلام منطقي. لكن إن ينفرط حبات العقد أكتر وأكتر فنلاقي إن إيفان توني يرحل. طب أمال فين الفريق؟ والمدرب كمان يرحل قبل أيام من انطلاق الدوري. حاجة غريبة جدا جدا. وفي مفاجأة أخرى، نيوكاسل يونايتد ينقض على صفقة الأهلي الجديدة، وواصل نيوكاسل يونايتد تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، إذ لم يكتفي بالحصول على خدمات المدرب الألماني ماتياس يسيلا قادما من الأهلي السعودي، بل دخل أيضا على خط التعاقد مع الفرنسي مانو كونيه لاعب وسط روما، والذي يعد أحد أبرز أهداف النادي السعودي خلال الميركاتو الحالي. وأعلن نيوكاسل رسميا تعيين يسيلا مديرا فنيا للفريق خلفا لإيدي هاو بعد التوصل لاتفاق مع الأهلي لإنهاء عقد المدرب الألماني، فيما أعلن النادي السعودي تعيين الكرواتي مارينو بوسيتش بدلا منه. وبالتزامن مع وصول يسيلا للملعب، ملعب سانت جيمس بارك، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نيوكاسل استفسر عن إمكانية التعاقد مع مانو كونيه في ظل سعي النادي الإنجليزي لتعزيز خط الوسط بعد سلسلة التغييرات التي شهدتها تشكيلة هذا الصيف. وأضافت التقارير أن روما لا يزال متمسكا باللاعب ويرفض التفريط فيه بسهولة نظرا لأهميته داخل الفريق.
طبعا يعد مانو كوني أحد أبرز لاعبين الوسط في الدوري الإيطالي خلال الموسمين الماضيين، كما ارتفعت أسهمه بصورة كبيرة بعد المستويات اللي قدمها مع منتخب فرنسا، مما جعله هدفا لعدة أندية أوروبية، إلى جانب اهتمام الأهلي السعودي بضمه خلال فترة الانتقالات الحالية. مشكلة كبيرة جدا، يايسيلاه داخل ينتقم من الأهلي السعودي. كلمة وانتهى. ما يفعله ماتياس يايسيلاه بعد ما درب نيوكاسل يونايتد هو درس في الحقد، تدمير. ان انت يبقى عينك على ايفان توني وبعديها كمان عايز تاخد صفقة الاهلي مانو كونيه، وبذلك يجد الأهلي نفسه أمام منافسة جديدة مع نيوكاسل، ليس فقط بعد خسارة مدربه لصالح النادي الإنجليزي، بل أيضا في سباق التعاقد مع أحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات، في ظل رغبة الماكبس في مواصلة تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد. مانو كونيه 25 سنة، متألق مع منتخب فرنسا، لعب مع روما 82 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى. طيب، أخيرا الأهلي السعودي حسم مستقبل إنزو ميو أو إنزو ميلو، وفي مفاجأة حسمت الإدارة الرياضية بالنادي الأهلي موقفها من مستقبل لاعب الوسط إنزو ميو بعدما قررت الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورفض فكرة رحيله في ظل الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل. الحقيقة أن أنا كنت من المستبشرين خير بإنزو ميو، وعايز أقول لكم بعد التدعيمات الجديدة الخاصة بالنادي الأهلي السعودي، لا انتوا هتشوفوا أداء مختلف لإنزو ميو، وتذكروا كلامي جيدا. على أي حال أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.